قبل لا نبدأ الفيديو أنا متأكد أكو هواية أسئلة براسكم، وين كان أكتوبر وشنو قصة هذا الفيديو وهواية أسئلة ثانية. الفيديو اللي راح تشوفه يا صديقي هو فيديو محذوف من قناتي الثانية بسبب حقوق النشر. هذا الفيديو هي بداية القصة اللي راح تنهي المحتوى التافه واللي يتم به استغلال الجهال للطشة. راح انشر الحلقة مرة ثانية بهاي القناة حتى تفهمون شلون بدت القصة، والجمعة الجاية راح أكمل القصة وأقول لكم بالضبط شلون راح نغير المحتوى العراقي ونحاسب المسيئين بالقانون وأمام المحاكم. وهذا الإنجاز يا أصدقائي ما كان راح يصير بدونكم انتو، فكلش ممنون على وقفتكم وياي بمحاربة هذا المحتوى، وأتمنى دعمكم للقناة لأن صار لها سنة متوقفة. وأرجع وأكد مرة ثانية إنه الجمعة الجاية راح ينزل فيديو كلش مهم، فحط لايك وتعليق ومشاركة وخلنا نسولف. الإطار التنسيقي وبحضور أنفاس الأمم المتحدة وأمريكا وإيران وكل الدول المجاورة شكلوا الحكومة العراقية، وبأول يومين بعد ما شكلت هاي الحكومة صدرت عدة قرارات ومشاريع قوانين تمس الأسرة والشاب العراقي. ومن هالقوانين هو قانون التجنيد الإلزامي وقانون حظر المواقع الإباحية. بالنسبة لقانون التجنيد الإلزامي فبصراحة يا صديقي المشاهد موضوع هذا القانون طويل وعريض ومو مال أخليك تأيس من حياتك ولا أسولف لك على بلاوي ساحة العرضات والعريف جبار صالنصة. أما بالنسبة لحظر المواقع الإباحية فبصراحة هو قانون جيد. ليش هو قانون جيد؟ بكل بساطة سابقا أي واحد يقدر يدخل لهاي المواقع بكل بساطة، سواء كان طفل أو كبير بالعمر. يعني سابقا الطفل اللي عمره 10 سنين إذا كتب عبارة بدافع الفضول أو حتى بالغلط راح يلقى كل المواقع الإباحية قدامه، وهاي كارثة. أما الشخص الكبير بالعمر فحاله حال نور المالكي، ما يعصى عليه الموضوع ودائما يلقى الفرصة المناسبة حتى يمد إيده ويلعب بخشمه. هذا بعكس الطفل البريء الكتكوت اللي ما يعرف هاي الأساليب غالبا وصعب يدخل لهيج مواقع بالغلط حاليا. إذا السبب الرئيسي لتشريع هذا القانون هو حماية الأطفال من هيك محتوى، وبصراحة عاشت إيدكم على هيك قرار. وما دام الهدف هو حماية الطفل من هيك محتوى فإحنا بحاجة لقرارات أكثر، لأن السوشيال ميديا العراقية بيها بلاوي ما تدري بيها الوزارة. سعادة وزيرة الاتصالات خليني أقدم لك فخر صناعة المحتوى العراقي بلانا جيمنج. تحذير مهم جدا، أنصحك يا عزيزي المشاهد أن توقف الفيديو وتحط هيدفون أو تروح المكان لوحدك، لأن الكلمات اللي راح تسمعها زائد 18. وبعد هذا التحذير المهم خلونا نسمع الأطفال ايش يحجون ببث مباشر يشوف أكثر من 15,000 شخص. زين انزل راح توقع كساني بالملهى صوصات قاعد اشرب عرض. بس خليت اسالها يلا حدوله هلا انت شلون تضربي الجلب؟ واضح اني ما احب الانسان اخوتك شاب بالخصيان لا تقولين انسان. ها كل اللي سمعتوه عبارة عن نبذة بسيطة من محتوى هذا الشخص المليان إيحاءات، ومثل ما شفتوا بنفسكم يا أصدقائي فاللي يطلعون وياه بالبث هم أطفال وقاصرات وما أريد أحط صورهم حفاظا عليهم. المصيبة يا سيادة الوزيرة أكو ناس تدفع فلوس لأبو البث حتى يسب ويفشر ويقول كلمات بها إيحاءات جنسية، وأغلب المشاهدين لهذا البث هم أطفال. المصيبة يا سيادة الوزيرة أنه هذا الشخص عنده 1,300,000 متابع ويبث بشكل يومي، ومعدل مشاهدات هذا الشخص تتراوح ما بين 50,000 إلى ربع مليون ومرات تطخ المليون مشاهدة. والمصيبة الأكبر يا سيادة الوزيرة أنه الدولة العراقية بكل مؤسساتها ما حست على نفسها وخاطبت إدارة الفيسبوك أو التيك توك وسدت حسابات هذا الشخص بشكل نهائي. وهذا التحدي لحضرتك شخصيا يا سيادة الوزيرة ولكل شخص جاي يشوف هذا الفيديو. روحوا شوفوا بثوث هذا الشخص من بدايتها لنهايتها، إذا مرت 5 دقائق بدون إيحاء جنسي راح أعزل قناتي وما أحكي أبدا. سيادة الوزيرة أنا شخصيا دعم لأي قرار ممكن يحمي الطفل أو الأسرة، والقرار اللي صدر بخصوص حظر المواقع الإباحية قرار محترم بالنسبة لي شخصيا. لكن اكو مصايب ثانية بالسوشيال ميديا العراقية مثل بلانا وغير بلانا جاي يصنعون اطفال مشوهين اخلاقيا، وخليني انطي لحضرتك مثال اخر من محتوانا العراقي. زين عباس، اليوم الشارع شو تحسه؟ يميل للولد اكثر من البنات، جاي يشوف يسلموها والله ما اعرف يعني عين الدولة العراقية جاي تشوفون هاي البلاوي لو لا؟ دا تشوفون بعيونكم اكو شخص بالغ يسأل طفل اسئلة قذرة ويقول له وهو يضحك يسلموها يعني ما ادري شو احكي. والله مع الاسف حافوا والبنات قاموا يدورون ولد. اي مشكلة. ها والله العظيم اتفق، هاي مشكلة كبيرة، مشكلة اللي وياك جهل واللي يتابعوه جهال، والمفروض لو اكو دولة شوية تحس على نفسها كان عرفت شلون تحاسبك بالقانون لانك جايب طفل وتحكي وياه بهالقذارة. كأنك تحب هاي الشغلة. ليش احب هيك؟ بالعكس انا انصح ما انطي.
الاشخاص اللي شفتيهم هم نماذج بسيطة من هواي نماذج ثانية جاي تسوي هاي التصرفات واكثر. وصلنا لمرحلة يا اصدقائي حتى بعض الاشخاص اللي كانوا يصنعون محتوى نظيف من هيك كلمات صاروا يتكلمون بايحاءات جنسية حتى تصعد مشاهداتهم. انا هنا وباسم الطفولة وبناء على قراراتك السابقة اطالبك واطالب الدولة العراقية وكل المؤسسات ذات العلاقة ان تشوفون حل للسوشيال ميديا العراقية. اتمنى منكم ان تخلقون بيئة نظيفة بالسوشيال ميديا العراقية مثل ما تسوي كل الدول المحترمة. دول الخليج مثلا عندها قوانين صارمة تحاسب كل صانع محتوى يسوي هيك حركات، لان كلنا ندري انه اغلب مستخدمين السوشيال ميديا هم اطفال، وكلنا ندري انه الطفل يتاثر بالمحتوى ويقعد يقلد صانع المحتوى سواء كان بالكلام او بالافعال. هاي رسالتي لوزيرة الاتصالات. اما بالنسبة للمشاهدين فعندي رسالتين. الرسالة الاولى للاباء والامهات، عيوني انتم، يعني مو معقولة تخلفون الطفل وتلزموه الايباد وتنسوه. الانترنت ترى بيه مصايب، فضروري كلش ان تراقبون اطفالكم وتشوفون شنو يتابعون وهل المحتوى هذا اللي جاي يشوفوه يتناسب مع اعمارهم لو لا. اما الرسالة الثانية فللمشاهدين بشكل عام، يا شباب يا بنات، ترى مثل ما متفقين كل مرة اني لوحدي ما اقدر اسوي شيء. هذا الفيديو اللي قدامكم اذا مو بنشركم ودعمكم له ما راح نخلق بيه اي تأثير، فاذا تريدون نأثر خلونا نتعاون وكل واحد يسوي اللي عليه. انا اللي علي سويت هذا الفيديو ووجهت بيه رسالة، اما اللي عليكم فان تشاركون هذا الفيديو على حساباتكم الشخصية او حتى على صفحة وزارة الاتصالات او وزيرة الاتصالات نفسها. لازم وكلش ضروري يا اصدقائي ان نشوف حل لهاي الكوارث اللي جاي نشوفها بالسوشيال ميديا العراقية، فخلونا نساعد بعض يا اصدقائي ونضغط على الجهات الرسمية حتى نغير من هذا الواقع القذر. وبالنهاية اشكركم على المشاهدة وهذا كل اللي عندي. يلا ولي. لا 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 لا، تعال هاي بوصل خشمك. فأنا هنا أطالب حضرتك وأطالب الدولة العراقية وكل المؤسسات ذات العلاقة وهذا هو السبب الرئيسي يا أصدقائي لتشريع هذا القانون، واللي هو حماية أطفال مو أطلاف. إذن السبب الرئيسي لتشريع هذا القانون هو حماية أطلاف. كمان مان، مو أطلاف.